حصل قبل كده إنك صحيت من النوم ولقيت نقطة دم خارجة من أنفك، أو حد من ولادك فجأة جاله نزيف؟ النهاردة هقول لكم ليه بيحصل نزيف الأنف وإزاي نتجنبه. أولاً، الأسباب الشائعة لنزيف الأنف: الجو الجاف أو السخونة الشديدة. الهواء الجاف بيخلي بطانة الأنف تنشف وتتشقق. التعرض المباشر للتكييف أو الدفاية بيسبب جفاف الأغشية المبطنة للأنف. العطس أو فرك الأنف بقوة ممكن يكسر شعيرات دموية رفيعة جوه الأنف. إصابات أو خبطات مباشرة على الأنف سواء عند الأطفال أو الكبار. التهابات الجيوب الأنفية أو نزلات البرد بتخلي الأوعية الدموية في الأنف أكثر حساسية. بعض الأدوية زي أدوية السيولة أو البخاخات الأنفية القوية. طيب نعمل إيه علشان نمنع نزيف الأنف؟ نحافظ على ترطيب الأنف. ممكن نحط فازلين خفيف جوه فتحة الأنف من الداخل. نشرب كفايتنا من المياه، ده بيقلل الجفاف عموما في الجسم. نتجنب فرك الأنف أو تنظيفه بعنف، ونعلم ولادنا ده كمان. لو حد بياخد أدوية سيولة لازم يستشير الدكتور لو النزيف بيتكرر. طيب إيه التصرف السليم لو حصل نزيف؟ ناس كتير أول ما يحصل نزيف أنف بيميلوا راسهم لورا، بس ده غلط جدا وممكن يخلي الدم ينزل في الزور ويتبلع أو يدخل على الرئة. الطريقة الصح: خليك قاعد أو واقف مايل راسك لقدام شوية. اضغط على الجزء اللين من الأنف مش العظمة لمدة 10 دقايق. حط كم مادة باردة على الأنف أو الجبهة. الخلاصة: في حالة نزيف الأنف ميل راسك لقدام مش لورا، واحمي نفسك من مضاعفات بسيطة ممكن تتحول لخطر.